السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سلمى زياد. إلا كنتوا أول مرة تدخلوا القناة ما تنساوش تضغطوا على زر أبوني، زر الأحمر أو زر الاشتراك باش إن شاء الله يوصلكم دائما الجديد. اليوم إن شاء الله غنوجدوا مع بعضياتنا الشباكية بطريقة سهلة وبسيطة وبطريقة ديال التشباك اللي هي جديدة وكتجي كتعطي واحد المنظر اللي هو زوين بزاف. بالنسبة للمقادير هنايا مقادير يعني بسيطة، والمقادير اللي معروفين عندنا يعني مقادير ديال الشباكية التقليدية. عندنا هنايا كاس ديال الزيت وكاس ديال الزبده، وهنايا عندنا حبه حلاوه والنافع اللي هم مطحونين ومغربلين. عندنا تقريبا 120 غرام ديال الزنجلان و120 غرام ديال اللوز والقرفه، معلقه مع عمراش، معلقه كبيره مع عمراش. هنا عندنا الدقيق، غادي نخدموا هنا كيلو ديال الطحين، غنديروا فيه الملحه وغادي نبداو نضيفوا المكونات ديالنا بشويه. انا هنا درت كيلو ديال الطحين، تقدروا نتوما تضاعفوا المقادير. هنايا غنضيفوا قرفه، حبه حلاوه والنافع مطحونين ومغربلين، الزنجلان حتى هو مطحون مزيان، واللوز حتى هو مطحون مزيان. بالنسبه للوز والزنجلان بجوجهم 120 غرام. وغادي نزيدو بحال هكا كيف قلت لكم نتوما كيبقى المقدار اللي بغيتو. تقدروا ديروا المقدار كامل ديال اللوز، ما ديروش الزنجلان، غير هو كيجي المذاق ديالها شويه مجهد بزاف، يعني ما كتجيش داك البنه ديالها واضحه. من الاحسن ديروا هذه الطريقه ديال الزنجلان واللوز مع بعضياتهم. هذه طريقه ديال شباكيه بلديه، مقادير يعني اللي متعارفين عندنا وعند جدودنا ووالدينا، اللي علموها لينا الامهات ديالنا. نتمنى تجربوها. راه الا كنتوا اول مره غديروا الشباكيه يعني كونوا متاكدين غادي تصدق لكم وغتجي لذيذه وبنينه بزاف، وما غتبقاوش يعني تستغناو عليها في رمضان ولا يعني في الاوقات اللي كتبغيو نتوما فيهم الشباكيه، راها كتجي لذيذه بزاف. هنا غادي نجمعوا المقادير وغادي نحاولوا اننا يعني نحكوا مزيان هذوك المقادير مع الدقيق. هنا كيف قلت لكم غادي نرملوا الدقيق ديالنا مزيان. بالنسبه للزبده انا راني غليتها شويه تتحيد من هذاك الماء ديالها صافي، وضفتها المقادير ديالي صافي. هنا غنبقاو نرملوا فيها مزيان، غنخليوها من الاحسن تبات ليله كامله وعاد نضيفوا ليها المقادير الاخرى. انا هنا صوبتها بالليل والغد ليه في الصباح غادي نكملها بالمقادير الاخرى اللي غادي تشوفوهم معايا هكا باش كتجينا شباكيه زوينه. وهذه الطريقه يعني المتعارفه كيف قلت لكم ديال ايام زمان وديال الوالدين، واللي كانت كتجي يعني شباكيه على حقها وطريقها في مذاقها وكل شيء. هنا بالنسبه للغد لي غادي ناخذوا الخل، غادي نعبر معكم هنا بالمعلقه باش يجيوكم مقادير اللي هما مضبوطين وكاملين تصدق لكم. هنا غادي نديروا المعلقه الاولى، هنا تقريبا انا شي تقريبا غادي ندير 6 ديال المعالق كبار عامرين ديال الخل. حاولوا ديروا نفس الكميه، حيت الا درتوا كميه كثيره ديال الخل كتجيكم كتفرتت وما غاديش تصبر لكم في العسل. يعني ملي غتبغيو مثلا تعسلوها غتفرتت لكم كامله، يعني كتولي هشيشه بزاف ملي كتكثروا الخل. ديروا مقادير اللي هما يعني قلالين، ديروا 6 4 5 ديال المعالق ديال هذا. انا كيف قلت لكم درت هنا 6. وهنا غادي نضيفوا كاس ديال مزهر ونصف، تقدروا تضيفوا اكثر على حسب يعني الدقيق ديالكم واش كيشرب ولا لا. انا هنا في الاول ضفت كاس ونص، ومن بعد غادي نجمع الخليط ديالي ونشوف واش غادي نحتاج اني نزيد مزهر او لا. هنا كيف قلت لكم غنديروا الخل ومزهر وغنضيفوا عليهم شويه ديال الزعفران، وغادي نحطوهم فوق النار حتى يسخنوا شويه، ماشي يعني يغلاو بزاف، المهم يسخنوا باش ملي كنضيفوهم على داك الخليط اللي تصوبنا البارح ورملناه، هذاك ملي كنضيفوا عليه هذيك الزبده يعني ما كتبقاش مجموعه وكتطلق لينا، والعجينه ديالنا كتطلق في يدينا، وملي كنخدموا بها يعني ما كتقصح ما والو، كتبقى عاطيه نطوع وكتكون رطبه وسهله في الخدمه ديالها. صافي هنا كيف قلت لكم غنخليو هذا الخليط ديالنا كيسخن على النار وندوزو المكونات الاخرى. هنا غناخذوا معلقه صغيره الخميره، صفر بيضه، خماره والمسكه الحره والكوزه. هنا غادي ناخذوا العجين ديالنا او الخليط اللي كنا درناه بالليل وبيتناه كيف قلت لكم، باش يعني انا يعني نصيحه جربوا هذه الطريقه راها كتجي زوينه بزاف. هنا غادي نضيفوا صفر بيضه، الصفر بيضه كيعطي واحد التعليكه، تقدروا ديروا 2 ديال الصفر بيضات او وحده على حسب اختيار ديالكم. انا هنا صفر بيضه يعني بيضه كبيره درت غير وحده، الا كانت صغيره ديروا 2. هنا غنضيفوا مسكه الحره من بعد ما دقينا
خلطناها مزيان مع السكر كلاصي وغربلناها، وخماره خميره معجونه، ضيفوا غير راس معلقه صغيره، ما تضيفوش بزاف ديال الخميره معجونه، غير شويه، وتقريبا شي حكه ولا جوج حكات ديال الكوزه. وهنا غادي نبداو نخلطوا المقادير ديالنا بشويه بشويه بالخليط اللي كيكون سخون شويه باش كيطلق لينا. المهم غتصبروا شويه لديك السخونيه وغادي تكملوا تجمعوا داك العجين ديالكم بشويه بشويه. والا خصكم كيف قلت لكم وكان الدقيق ديالكم كيشرب غادي تضيفوا ماء زهر، تسخنوا حتى هو شويه، وغادي تبقاو تجمعوا حتى كتحصلوا على عجين اللي كيكون بحال هاد الطريقه، كيكون شاد في راسو، يعني مجموع ماشي رطب بزاف، كيكون شويه قاصح ومجموع وفي نفس الوقت كيكون رطب. غادي نغطيوه بالبابي وغنخليوه يرتاح تقريبا واحد نصف ساعه او لا ساعه الا ربع، المهم نصف ساعه خليوه يرتاح باش من بعد يعطينا الطوع في المدلك وفي الماكينه ديالنا، ونشكلوه بطريقه يعني هانتوما كتشوفوا ملي كيرتاح كيزيد يرطب وكيولي يعني عاطي الطوع. هنا غادي نقسموا انا تقريبا على 5 حتى ل 6 ديال الكرات، غير باش نتوما يعني ملي كتقسموه بحال هكا على تقسيمات اللي هما صغارين كتغلبوا عليه بالمدلك وكتغلبوا عليه ملي كتكونوا كتصوبوا صافي. هنا غنكمل التكوار ديالي، ونصيحه كل كره كورناها غادي نلويوها في واحد السلوفان باش ما تكونش لينا ديك القشره او لا تنشف لينا العجين ديالنا. هانتوما كتشوفوا. ومن بعد غنهزوا وحده بوحده، غنهزوا كره بكره، غادي نطلقوها فوق من سطح العمل. ما نترشوا لا دقيق لا والو، لان هي فيها الزيت وفيها الزبده، يعني ما غاديش تلصق لكم، يعني كونوا هانيين، يعني ما ترشوا حتى شي حاجه، استعملوها عادي فوق من الطبله ديالكم او لا فوق من الرخامه او لا نتوما البلاصه اللي نتوما مرتاحين كتخدموا فيها. غادي نطلقوها غير شويه ماشي بزاف، غير شويه هكا بالمدلك، وغادي نشكلوها على شكل يعني ظرف بحال المسمن، يعني بحال المسمنه، كديروا الطرف كتلويوه كديروا فوق منه يعني الطرف الاخر، يعني طريقه ديال المسمن عاديه بحال هكا. هاد الطريقه كيف قلت لكم هي اللي كتخلي الشباكيه ديالنا كتجينا مورقه وكتجي يعني خاويه من الداخل وكتجي هشيشه وزوينه، يعني مرحله مهمه خصكم ديروها. هنا غناخذوا اول مربع او اول ظرف يعني صوبنا، غادي نطلقوه شويه ونقسموه على 4 بحال هكا. غادي هاد العجين غادي نجمعوه في واحد البلاستيك ونخليوه حتى على جنب حتى نوصلوا ليه. وغادي ناخذوا اول طريف وغادي ندلكوه ونطلقوه مزيان بالمدلك غير شويه، يعني باش يعاوننا في الماكينه، يعني دغيا يتطلق لنا في الماكينه. هنا غنطلقوه واحد شويه وغادي نقطعوه اولا نقسموه على 2 وندوزوه في الماكينه ديالنا. اللي ما عندهاش الماكينه تقدر تطلقوه غير مزيان بيديها بالمدلك، طلقوه مزيان يعني حتى يولي رقيق، باش ما كانت العجينه رقيقه باش ما كتجينا هشيشه وكتجينا الشباكيه ديالنا كتجي زوينه وخاويه من الداخل وكتشرب لينا العسل وكتجي زوينه بزاف. هنا غادي ندوزوها في الرقم 2 هو الاول. انا نتبع معكم جميع المراحل حتى بالنسبه يعني الماكينه، يعني بالنسبه للناس اللي ما عمرهم وجدوا يعني جميع المراحل الشباكيه ان شاء الله نتمنى انني نكون وصلتها لكم كامله. هنا غنديروا النمره 3 والنمره 4 والنمره 5 حتى نوصلوا للنمره 6 او لا 7. بهذه الطريقه ديال من نمره للنمره ما تنقزوش، يعني من وحده لوحده كتخلي لينا الورقه كيف كتشوفوا ما كتقطع ما والو، كتبقى يعني ديك العجين ديالنا كتبقى شاده في راسها. وكنبقاو نكملوا بنفس الطريقه الجميع، يعني العجينه كامله ديالنا بنفس الطريقه هكا حتى كنطلقوها كامله. بالنسبه للطريقه اللي غندير انا ديال التشباك، انا غادي نوريكم بحالاش، يعني غادي نشدو بحال هكا، غادي نقطعوا شرائح بحال هكا كيف كتشوفوا، او شرائط، سمحوا لي راه ضربني البرد، شرائط بحال هكا. غادي ناخذوا الراس غادي نسدوه مزيان، نديروا الصبع الثاني ونلويو، نحطوا الصبع الثالث ونلويو عاوتاني، نحطوا الصبع الرابع وكنلويو وكنقرصوها من الفوق بحال هكا. طريقه سهله وبسيطه، وكنخرجوا صبعنا من بلاصتهم، يعني الصبع الاول كنسدوه، نحطوا حدا الصبع الثاني، نحطوا حدا الصبع الثالث، نحطوا الصبع الرابع، وحنا كنلويو ملي كنوصلوا عند كل صبع وكنجمعوها وكنقرصوها من الجنب التحتاني ومن الفوق بحال هاد الطريقه هذه كيف كتشوفوا. كنقرصوها وكنقادوها هذوك الوريقات ديالنا باش كيجيو باينين.
هاد الطريقه صراحه كتخلي الشباكيه يعني باينه وما كيجي ما كتجيش معجنه في الشكل ديالها، ما كتجيش يعني كتجي فتيه وكتجي زوينه بزاف. يعني صراحه هاد الشكل هو شكل يعني اللي هو جديد وهذا، ولكن رغم ذلك راه كيجي زوين، يعني كيجي شكلا وبالنسبه للمذاق حتى هو كيجي زوين، ما كتجيناش الشباكيه معجنه كيف قلت لكم، وكيجيو الوريقات باينين وهادوك يعني الشرائط باينين. بنفس الطريقه غنكمل الشباكيه ديالي كامله. هنا غادي نوجد الزيت ديالي اللي كتكون سخونه، كنحط فيها الشباكيه وكنخليها. كنبداو باول الشباكيه اللي بدينا اول بلاطو صوبنا هو باش كنبداو، وكنبقاو غاديين هكا كيف قلت لكم. الحراره هنا مرتفعه، كنحطوا الشباكيه ديالنا وكنقصوا البوطه. هذا هو السر باش كتجينا من الداخل طيبه وما كتجيناش خضره. كنقصوا البوطه وكنخليوها حتى كطيب، من بعد كنطفيوها كيف كتشوفوا بحال هكا في العسل. حاولوا ما امكن تخليوها حتى تبرد، عاد تبقاو تقلبوا فيها. الا قلبتوها وهي باقا سخونه راه مع هشيشه كتهرس. وهنا من بعد غنزينوها بالزنجلان وكنقدموها بالصحه والراحه، كتجي غزاله بزاف. وخا نشرح لكم يعني ونعيا من نشكر لكم، خاصكم تجربوها، راها كتجي بنينه بنينه. مكونات يعني تقليديه ديالنا، ديال الشباكيه التقليديه ديالنا اللي كيصاوبوا الامهات ديالنا، يعني كتجي بنينه. والشكل ها نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي مورق وكيباين، يعني باينين الوريقات، ما كتجي لا معجنه لا والو، كتجي غزاله بزاف. نتمنى انكم تجربوها وان شاء الله غتعجبكم هاد المقادير وهاد الطريقه، راه ناجحه 100%. ونتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره وشرحت لكم مزيان يعني الطريقه كامله من الاول حتى الاخر. كتجي شاربه العسل، كتجي ريحتها يعني عاطيه في الحي كامل كتجي زوينه بزاف. نتمنى انكم تجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم. رمضانكم مبارك سعيد. كنتمنى يا رب يدخل عليكم بالصحه وبالهنا وبكل ما تمنوا يا ربي. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.